السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما ندخل على الفيديو كده ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. هعمل معاكم الغدا بتاع النهارده، كشري اصفر وبطاطس محمرة، وهعمل سلطة خضراء. تمام. وعايزة هعمل معاكم هفرز معاكم الطماطم. تمام، جايبة كمية طماطم حلوة. بسم الله ما شاء الله. جبت كمية الطماطم دي وهعملها معاكم، هوريكي ازاي نخزنها وهتقعد معانا من السنة للسنة، ومش هيجرى لها اي حاجة، هتقعد معانا في الفريزر. تمام. الطريقة دي حلوة جدا وسهلة، وبتسهل عليكي التسبيك، يعني ما بتيجي تطلعيها تعملي بيها اي اكل ما بتاخدش وقت في التسبيك خالص، لانها اصلا بتبقى متسبكة. تمام. ما تنسيش بقى الفيديو ده يستاهل اللايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس. الطماطم انا غسلتها كويس جدا، وقسمت الطماطمية على 2. قسمت الطماطم نصاص كده وحطيتهم في حلة على النار، ما حطيتش ولا بق مية معاها. تمام. هسيبها تتسلق بقى خالص، عشان طبعا هي هتاخد وقت على النار، انا موطية عليها. وهعمل معاكم الغدا بتاع النهارده. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هضربها معاكم في الخلاط وهنحطها في الاكياس. تمام. انا بس كل اللي هعمله هخليها تتسلق بس لحد ما تنزل ميتها خالص وما يبقاش فيها ميه كتير. هنا بقى ولعت على حلة على النار، حطيت فيها شوية زيت. عندي هنا عدس أصفر ورز، الرز المصري عادي بتاعنا. حطيتهم على بعض. تمام. كمية الرز هي كمية العدس، لو عايزة تكتري شوية في العدس مفيش مشكلة. غسلتهم كويس مع بعض وحطيتهم بقى بعد ما الزيت سخن. نزلت عليهم في الحلة، وبعدين هحط بقى الملح والمية بتاعتي عادي، كأني بعمل الرز بتاعي عادي، نفس سوى الرز ونفس طريقة الرز. في ناس بتعمله بالشعرية وفي ناس بتحط له بصل. انا ما بحطلوش اي حاجة، انا بعمله زي الرز المصري بتاعنا العادي جدا. وحطيت بعد ما حطيت الملح، بحب فيه الكركم، يعني بحب لون الكركم فيه. معلقة واحدة كركم على الملح بتاعي، وهنزل بالمية، نفس المية اللي بنحطها للرز بتاعنا عادي جدا. اول ما يغلي معانا بنوطي عليه لحد ما يستوي. الاكله بتاعت النهارده سهله جدا، انا عشان عملت الطماطم النهارده قلت بقى ايه، عايزه اكله كده سهله وخفيفه وسريعه ما تاخدش مني وقت، وفي نفس الوقت عشان انا عايزه البوتاجاز، يعني انا ولعت على الطماطم على حلتين. تمام. زي ما قلت لكم الطماطم غسلتها كويس جدا وقطعتها نصاص وحطيتها في الحله، ما حطيتش ميه خالص، هي بتنزل ميه. تمام. هستنى بقى لما تتسلق خالص وميبقاش فيها ميه، وبعدين هضربها بقى في الخلاط واكيسها عادي، الكيس على قد الطبخة. بس الطريقة دي حلوة جدا، بتطلعيها عشان خاطر المحشي، بتحطيها مثلا يا دوبك بس تفك على النار، وبتاخد غلوتين وخلاص كده، هي بتبقى اصلا مسبكة. عايزة تصفيها من القشر والبذر مفيش مشكلة، انا ما بصفيهاش بصراحة. الفيديو الجاي ان شاء الله هضربها في الخلاط وهنكيسها مع بعض. هنا كان خلاص المية بتاعت الكشري اتشربت، ووطيت عليه بديله تقليب عشان كله ياخد نفس السوا. حلو جدا ومفلفل والطريقة دي انا بحبها بصراحة. ما بحطش بقى ولا شعرية، انا جربته قبل كده بالشعرية بس حسيت ان انا باكل رز بالشعرية، ما حسيتش بقى بالكشري خالص بصراحة. بس خلاص انا هسيبه بقى لما يستوي نفس سوى الرز العادي. هنا بعد ما استوى وحمرت بطاطس وعملت سلطة خضراء، والاكل بتاعنا النهاردة كان حلو وخفيف وسريع، يعني ما ببقى مزنوقة بعمل اكلات من الاكلات السريعة دي. ان شاء الله يعجبكم، ما تنسيش بس تحطي لي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.